السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة بقى من احب الفيديوهات لقلبي. هنعمل كده من علب اللبن او علب صلصة او اي حاجة، يعني نفس الشكل كده عندك تقدري تعملي بيها الفكرة دي. هنعمل مقلمة بمناسبة بقى دخول المدارس، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مقلمة للأولاد. شايفين شكل الأقلام الحلوة دي؟ هنعملها. هنجيب هوريكم انا عامله دول، يعني قبل الفيديو هوريكم بقى. هنجيب كده قطعه هنقصها كده على قد القلم علشان يبقوا كلهم سوا واحد. وهنجيب اللون البني، دي كانت قصاقيص فايده عندي. اللون البني ده يعني شكله واقعي اكتر لشكل الخشب، فهنقص مثلث كده، وهنقص برضه على قد المثلث التاني. وهنعمل اللون الابيض ده كده من فوق مثلث صغير وهنلزقه. هنجيب بقى علبه اللبن وهنبتدي نغلفها كده بورق الفوم، الالوان طبعا اللي تحبيها انتي وذوقك. وهنبتدي نلزقها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبتدي بقى اسويه من تحت كده، الزياده هتتقص. ومعايا القاعده كده هنبتدي نغلفها برضو. انا حددت كده، ضغطت كده بالعلبه فحددت معايا الدايره. هنلزقها بالشكل اللي انتوا شايفينه. ومعايا الشريط ده كده، تقدري برضو لو مش متوفر عندك حاجه زي كده. انا دي كانت عندي، كانت باقيه من توكه قديمه يعني باظت، فهغلف فيها الشكل كده. شكلها جميل جدا. تقدري لو مش متوفر عندك حاجة نفس الشبه كده من نفس الفوم، تقدري مثلا لون تاني انتي حباه تقصيه رفيع شريط وتغلفي بيه من فوق على الحرف، او تسيبيها كده انتي وذوقك. انا بديك الفكرة وانتي برضو شوفي انتي مرتاحة لايه وذوقك جايب معاكي ايه بالظبط واعمليه. هنبتدي بقى نلزق الاقلام اللي احنا عملناها بالشكل اللي انتوا شايفينه. شكلها حلو جدا ومناسبة جدا. اعملي بقى الالوان اللي انت عايزاها. انا الثلاث اشكال دول عملتهم، بس الابيض مش هلزقه بصراحه لان حابه الزق ثلاثة بس، عشان حاسه ان ايه هيبقى اوفر شويه. شايفين؟ دي بقى علبه اللبن اللي احنا كنا شايفينها في اول الفيديو. هنبتدي بقى نعمل شكل كمان. معايا اللون ده واللون البامبا لاقين مع بعض جدا. هبتدي كده قسطه على علبه اللبن، خدت المقاس وابتديت اقص على قدها كده، وهبتدي اغلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنساوي برضو الاطراف من فوق ومن تحت. انا هنا على فكرة سايباها من جوه مش مغلفاها، علشان شايفة ان هي كده تبقى اسهل في التنظيف، يعني باي مناديل مبللة او باي حاجة كده فوطة كده هتمسحها من جوه تنضف معاكي. انما انا لو كنت غلفتها بالفوم حاسة كانت هتغلبني في التنظيف شوية. هنبتدي بقى القاعدة برضو هنغلفها نفس الفكرة بتاعة المنظم الاولاني او المقلمة الاولانية. وابتديت كده جبت اللون التاني وقصقصته دواير كده، وابتدي الزقها بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا هنا كده ده شكلها اللونين لايقين مع بعض جدا. تقدري توفقي اي لونين تانيين انت شايفاهم لايقين مع بعض كده. انا لزقت كل الدواير اللي معايا. ده شكلها. هبتدي بقى معايا شريطة تانية زي بتلمع زي الشريطة الاولانية، دي لونها سيلفر. الثلاث الوان عاملين ميكس مع بعض رهيب. وانا برضو الالوان على الحقيقة احلى كمان من الفيديو. انا مش عارفة الالوان طالعة معايا ليه كده، بس تمام. يلا احنا كده لزقنا الشريط. ابتدي اقص الزيادة، وده شكلها تحفة. خلاص كده جهزت معايا. هنبتدي بقى هنجيب القصوصة الزايدة دي، هنعمل منها زي رسمة ودان كده، وهنقصها بالمقص، وهنقص عليها التانية علشان تبقى نفس المقاس. شايفين شكلهم حلو جدا ويعملوا اضافة حلوة برضو. دي القصاقيس اللي فايدة معايا من اللون نفس اللون اللي احنا عاملين منه الدواير. مش هنرمي حاجة، هناخدها نقصقصها كده عادي جدا عشوائي، ولزقناها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنبتدي بقى نثبتها كده بمسدس الشمع.
وده الشكل كده بتاعها النهائي. شكلها تحفة والاولاد بيفرحوا بالحاجات اللي زي كده جدا. انا بصراحة بكون مبسوطة جدا وانا بعمل الحاجات اللي زي كده. كده احنا خلصنا خلاص الاتنين. هنعمل بقى شكل تالت تحفة وهيبهركوا كمان. معايا اللونين دول، اللون الاخضر، معايا لون سادة ولون جليتر. السادة هنغلف بيه العلبة، والجليتر هنغلف بيه العلبة، والسادة نعمل منه زي شكل نجيلة كده او زرع. تمام. انا كده برضو خدت المقاسات وقصيت، وهنبتدي نغلف العلبة. عايزة كده اشوف المقاس المستوى. هقيس المستوى بتاع الجزء السادة اللي انا هعمل منه زي نجيلة كده او زي زرع. انا المستوى ده كده مناسب بالنسبة لي. هبتدي اقص. شايفين؟ هتبقى زي كده بالظبط، بس هتبقى على شكل نجيلة. هنبتدي نقطع الورق معايا، الورق الفوم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هنعمل زي شكل نجيلة. تمام كده. انا خلاص هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبتدي بقى كده اشدها لبره علشان الشكل بتاعها يكون منطور كده لبره، ما يبقاش واقف. وهنبتدي نلزق كده الجزء الجليتر. نغلف العلبة بالكامل. هنبتدي نقص الزيادة زي ما قلنا، وهنلزق بقى الجزء ده كده اللي هو على شكل الزرع. شكلها مبهج وحلو جدا، وفي الحقيقة احلى كمان من الفيديو. شايفين؟ هنبتدي بقى نلزق برضو الحتة دي كده في الكنار فوق. اديتها شكل حلو جدا. والفراشة دي كده هنبتدي برضو نلزقها. شكلها تحفة على الحقيقة. كمان التلات اشكال ما شاء الله جمال جدا. اتمنى تجربوها باذن الله وهتعجبكم. شايفين التفاصيل؟ تحفة. اتمنى بقى تجربوها وتفرحوا بيها الاولاد على دخلة المدارس. كمان هيكونوا محتاجين مقلمة او منظم. فكرتها سهلة وبسيطة ومش مكلفة على قد ما قدرت. يعني اقتصدنا في ورق الفوم برضو، ما هدرناش حاجة لحد ما. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم واستمتعتوا بيه زي ما انا كمان استمتعت بيه وحبيته جدا. واشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.